هل خان بيت الأمة الشعب المصري من أجل تشكيل وزارة النحاس باشا؟ وهل وصل النحاس باشا للوزارة على أسنة رماح الاحتلال؟ صفقة بيت الأمة مع الاحتلال الإنجليزي. الإنجليز بيحاصروا الملك فاروق عشان خاطر النحاس. هل تواطأ النحاس فعلا مع قوات الاحتلال الإنجليزي؟ حكاية ملك مصر المتهم بالتواطؤ مع هتلر، كل ده هنعرفه من خلال الفيديو ده. في يوم 28 فبراير اعترفت بريطانيا بشكل رسمي بأن مصر دولة حرة وليها سيادة، وفي الوقت ده اعتبروا المصريين نجاح كبير وتتويج لثورة 19. وكانت العلاقة الملكية وحزب الوفد في بداية الأمر فيها خلافات كتير، وفي التوقيت ده قرر الملك فؤاد دعم بعض الشخصيات السياسية اللي انشقوا عن حزب الوفد في تكوين وزارات وتكوين أحزاب. وفي نفس الوقت الأحزاب والشخصيات ديت ما كانش عندها الظهير الشعبي اللي كان متواجد مع حزب الوفد، وده كان بسبب حالة الحراك الشعبي الكبيرة المتواجدة في أعقاب ثورة 19. والحالة الداخلية في مصر ما كانتش على ما يرام، وكان سبب كبير في عدم إتمام كتير من الاتفاقيات اللي كانت بشأن الجلاء. وكان في مظاهرات ما بين وطنية بتطالب بالجلاء، وفي نفس التوقيت مطالب فئوية تانية بتطالب بتعديل المرتبات. وفي نفس التوقيت برضو كان في اضطرابات كبيرة في أوروبا نفسها بسبب وصول هتلر لزعامة الحزب النيازي الألماني، ووصول موسوليني لزعامة الحزب الفاشي في إيطاليا. وتأكد الإنجليز إنهم داخلين على حرب جديدة مع أوروبا في الشرق الأوسط على التنافس في المنطقة العربية، وده لأن الشرق كان مقسوم تورته ما بين الإنجليز وفرنسا، وكان الإنجليز والفرنسيين عايزين يوحدوا جبهتهم الداخلية في دول الشرق عشان الحرب اللي هتبقى على الأعتاب. وخاصة إن الوضع داخل بعض الدول فيها أزمات كبيرة، زي في مصر المظاهرات اللي كانت بتخرج كل يوم بتطالب بالتحرير وبالجلاء، وبريطانيا نفسها بتعتبر إن مصر القاعدة الأساسية ليها في الشرق الأوسط، وده بسبب موقعها وبسبب قناة السويس، لأنها كانت بريطانيا بتعتبرها قلب بريطانيا النابض. واتكلف السفير البريطاني في مصر بتعيين حكومة بتحظى بشعبية جارفة وتكون على قد المسؤولية في ان هي تلم الامور داخل مصر بسبب حالة الاضطراب اللي كانت موجودة، عشان في الاخر تساعد بريطانيا في حالة دخولها الحرب. وفي التوقيت ده تمت معاهدة 1936 بحضور كل الاحزاب والنحاس باشا اللي كان عين بريطانيا عليه من بدري، والاتفاقية كان في ظاهرها ان هي اتفاق مشترك بعد الاعتراف بدولة مصر سنة 22. وكانت الاتفاقية في حقيقتها تقنين أوضاع بريطانيا وترسيخ قواعدها في مصر، لكن قبل كل القوى السياسية في الوقت ده وقبلوا بكل حاجة، واعتبروا خروج انجلترا من القاهرة واسكندرية انتصار للثورة وطريق كبير للجلاء. وقبل سنة 37 اتعملت انتخابات واكتسح حزب الوفد وشكل وزارة، وقبل تولي الملك فاروق وحصل صدام ما بين النحاس رئيس مجلس الوزراء في الوقت ده والملك قرر حل البرلمان والوزارة على خليفة الخلاف اللي ما بينهم. وكانت ألمانيا بقيادة هتلر هزمت فرنسا وأسقطت حكومتها وعينت حكومة موالية ليها، وإيطاليا بقيادة موسوليني اقتحت جزيرة البلقان، وبقت الحرب خلاص على الأعتاب. ومع تصاعد الأحداث خرجت بعض التظاهرات في مصر تهتف باسم ألمانيا ودعمها في حربها الجديدة، وهنا المخابرات الألمانية حللت الوضع وقررت إنشاء إذاعة بتنطق باللغة العربية عشان تكون سلاح نفسي ضد انجلترا وتدعم مصالحها في المنطقة. وكان الملك فاروق بيتواصل مع هتلر عن طريق سفير مصر في إيران سنة 41، وقابل السفير المفاوض الألماني ووصل ليه رسالة نقلها عن الملك فاروق، وحملت الرسالة التعاطف معاه ومع الشعب بقيادته. وانجلترا في الوقت ده طبعا مش هتقف ساكتة، طلبت من علي ماهر اللي كان رئيس الوزراء في الوقت ده انه يطلع يعلن الحرب على ألمانيا وإيطاليا، ولكنه رفض وقال في مجلس النواب في التوقيت ده، وقال دي حرب لا لنا فيها ناقة ولا جمل، وانجلترا لو عايزة تحارب تروح تحارب بعيد عن مصر. لكن في سنة 42 وصلت الجيوش الألمانية لمدينة بنغازي وبتتقدم ناحية مصر، وفي التوقيت ده بعت الملك فاروق مبعوث رسمي من القصر لسفارة بلغاريا اللي كانت مقر المخابرات الألمانية
بتقول ان مصر بتدعم المانيا، وخرجت مظاهرات بتقول الى الامام يا رومل، الى الامام يا رومل. وانجلترا رصدت كل التحركات دي، وكان لازم عليها حماية الجبهة الداخلية لتنفيذ مشروعها في الشرق الاوسط. وقالت انجلترا للملك لازم تقطع كل العلاقات مع الحكومة الفرنسية اللي اسسها الالمان بعد الاحتلال، واعتقال كل الموظفين الايطاليين في القصر الملكي عشان ما يكونوش جبهة ضد مصالح انجلترا، ويتم استدعاء مصطفى النحاس لتشكيل وزارة بدل من وزارة حسين سري اللي قدمت استقالتها في 2 فبراير 24. طلب الملك فاروق من أحمد حسين باشا رئيس ديوان الملكي استدعاء النحاس، وطلب منه تشكيل وزارة ائتلافية، ورفض النحاس تشكيل الوزارة الائتلافية، وقال يا تكون وفدية يا إما بلاش، أنا ما بعرفش أشتغل مع حد غير الوفد. والملك قال له تمضي انك رافض على تشكيل الوزاره. وطبعا الملك كان في نيته انه يقول لبريطانيا ان خلاص مصطفى النحاس اللي انتوا عايزينه هو رافض تشكيل الوزاره، ومضى فعلا النحاس وراح للسفير الخطاب اللي ممضي بايد النحاس باشا برفضه تكوين الوزاره. بس السفير كان رده كان صادم بالنسبه للملك، وقال له ايه المشكله ان الوزاره كلها تكون وفديه؟ النحاس لازم يشكل وزاره في اسرع وقت، لان ده لو ما حصلش هيكون في ردود فعل مش كويسه، احنا في حاله حرب وكل الحلول متاحه قدامنا. الملك حب يحرج النحاس، فعمل اجتماع بينه وبين كل الاحزاب وعرض الفكره من جديد، لكن النحاس برضه فضل مصمم على رايه، وقال ان انا مش عايز اي حكومة ائتلافية مرة تانية، لان انا اشتغلت في الموضوع ده قبل كده وما كانتش احسن حاجة. وبعد كده طلعت النزاعات الوطنية بتقول ان تشكيل الوزارة ده امر داخلي لا شأن لانجلترا في التدخل فيه، وفي التوقيت ده خد السفير قوة امنية بعد ما وصلوا الخطاب بتاع القوى السياسية كلها، ودخل بقوة أمنية كبيرة وكتيبة عسكرية، ووصل للقصر الملكي وحصره، ودخل على الملك وضرب الباب برجله، وكانت الدبابات على أعتاب القصر الملكي. وقال للملك فاروق انت ما كنتش متعاون مع بريطانيا، وده ما كانش متوافق مع معاهدة 36. وقال له انت مش أمين على عرش مصر، وما كنتش أصلح واحد ان انت تحكم البلاد، ووضع وثيقة التنازل عن العرش على المكتب. لكن الملك فاروق طلب فرصة لتشكيل الوزارة، وفي التوقيت ده اعترض أحمد ماهر باشا على تشكيل الوزارة، واعتبر موافقة النحاس هي بمثابة الوصول للوزارة على أسنة رماح الإنجليز. ورد عليه النحاس إنه مش الشخص اللي يعمل كده، لكن رد عليه إسماعيل حق وقال له أنت عملت كده فعلا، أنت وصلت للحكم بعد دخول الإنجليز القصر. وطلب الملك فاروق من النحاس عشان ينهي الجدل ده إنه يروح للسفارة الإنجليزية ويبلغهم بالنه وافق على تشكيل الوزارة. وتاني يوم الصحافة كلها كانت بتندب بموقف النحاس وبترفض قبوله للوزارة، وأكدت إنه دخل الوزارة تحت مظلة دبابات الاحتلال. وكان رد النحاس انه بيحمي العرش الملكي وتدخل الانجليز في مصر، وانه بالطريقه دي هو بيبعد الانجليز عن التدخل. فهل انت شايف ان النحاس باشا كان متواطئ مع الاحتلال عشان يشكل الوزاره، ولا هو فعلا زي ما قال انه بيحمي عرش الملك وتدخل الانجليز في مصر؟